السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا والله العظيم. عارفه ان انا مسحوله الفتره اللي فاتت في حاجات كتيره قوي، وخاصه في براند امونه، فما كنتش فاضيه خالص ان انا اعمل فيديوهات. في ناس بتبقى عارفاني من اليوتيوب وبيخشوا لي على الفيس والانستا ويسالوني انت فين، انت وحشتينا والكلام ده. المهم انا مش عايزه اطول عليكم، انا عايزه اخش في الموضوع على طول. الفيديو ده ولا هيكون فيه هوك ولا هيكون ليه سيناريو ولا اي حاجه، انا هتكلم معاكم عادي خالص زي ما بتكلم مع اي بنوته طلبت مني النصيحه. في ناس ممكن تاخد مني النصيحه، ايه ده انت لسه صغيره، انت عملت ايه؟ انا صغيره بس انا في المجال بقالي سنين. انا في المجال بقالي ازيد من 9 سنين بالظبط. انا في المجال من وانا في تانية اعدادي، ودلوقتي الحمد لله انا اتخرجت. فانا باجي انقل اللي انا مريت بيه بس مش اكتر. يعني بنوته بتسالني كذا كذا ايه اللي حصل معاكي، فانا بنقل اللي انا مريت بيه. لكن انا ولا بعمل كبيره على حد، ولا بقول لحد يمشي على الطريقه بتاعتي، ولا بقول لحد يقلدني. تمام؟ انا لما قررت اعمل فيديوهات دي، قررت اعمل فيديوهات بناء على طلبكم انتوا، لان انا كنت منزله يا دوب فيديوهين بس على الفيس، ما شاء الله الناس كلها حابه كلامي وحابه ان هم يسمعوا اكتر. فقررت ان انا اعمل الفيديوهات دي معاكم واتكلم معاكم زي ما بتكلم مع اي بنوته طلبت مني النصيحه. عشان ما اطولش عليكم انا هدخل في الموضوع على طول. في بنات كتيره جدا، هدخل في الموضوع وانا شغاله. في بنات كتيره جدا ما شاء الله اللهم بارك، اخدت كورسات وبقت فاشن ديزاينر وبتفصل وبتتعامل مع ناس، وفي كلاينتات بتجيلها. بس برضو في حاجات كتيره قوي ناقصاها، ودايما بيخشوا يقولوا لي في حاجات انا مش ببقى عارفاها، في حاجات انا حاسه ان انا مش احسن حاجه فيها، انا حاسه ان ببوظ حاجات، انا حاسه ان انا لسه برضو في المجال مش قوي، انا زهقت، انا حاسه ان انا عايزه اوقف. دايما بيجي لي الكلام ده. كذا بنوته تخش تقولي ممكن تقولي لي مثلا انا بيبقى عندي شغل وعندي ناس كتيره ومش عارفه ايه، بس مش قادره اشتغل. انا بحب المجال وبحب اطور من نفسي بس مش قادره اشتغل. مش كتير والله العظيم، يعني دي اما عندي مليان بنات بيتكلموا في الموضوع ده. الدنيا مش متظبطه معاهم، الناس مش عارفين يتعاملوا مع الناس، مش غلطات اللي بتقابلهم المفروض يتجاوزوها ازاي، المفروض هم يبداوا صح من الاول ازاي. انا هحكي لكم تجربتي خدوها كنصيحه. انا هرد على كل الاسئله دي. انا عايزه اقول لك حاجه، مفيش حاجه اسمها انا مادام خدت كورس يبقى انا لازم اكون عارفه كل التصميمات وكل التفصيلات اللي اشوفها. لا، للاسف اللي كل البنات بينضحك عليها في الحته دي، بتبقى مفكره خلاص هي داخله الكورس هتطلع منه عارفه كل حاجه في الكورس. هتخشي الكورس انت بتاخدي اساسيات الحاجات اللي هو زي حردة الجيرو، الكم بيتقص ازاي، البلوزه بتتقص ازاي، الجيبه بتتقص ازاي. فانت لازم هتجتهدي شويه. وانتي في الكورس مثلا عملتي لك بنتين 3 صحاب بتساعدوا بعض. زي مثلا انا اللي عملت لي كام بنوته صحابي، لما في حاجه بتقف قدامي بخش اسالهم بيساعدوني هم كذلك. تاني حاجه، لو المعلمه بتاعتك ما بترضاش تديكي معلومه، ولما تيجي تخشي تساليها في اي حاجه تقولك بره محتوى الكورس ما ترضاش تديكي اي معلومه، او سواء انتي ما عملتيش صحاب، اليوتيوب ما خلاش. وهفضل اقول الكلمه دي كتير قوي. خشي اكتبي اللي انت عايزاه على اليوتيوب، هتلاقي مليون فيديو قدامك بيشرح الحاجه اللي انت مش عارفاها. فطبيعي الحاجه اللي انت مش عارفاها هتلاقيها على اليوتيوب، هتلاقي كذا فيديو اتفرجي عليهم كلهم. انت فاضيه، انت عايزه تتعلمي، اتفرجي عليهم كلهم. شوفي اكتر طريقه عجباكي واكتر طريقه هتريحك ومشي عليها، سهله. تاني حاجه بقى، عشان في الغلطه دي بقى بنات كتيره قوي 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 بيقعوا فيها. بصي يا حبيبتي، التصميم ما انتش عارفاه ما تقبليهوش. التصميم اللي البنوته بعتتهولك انت مش عارفاه ما تقبليهوش. سهله جدا. شفتي التصميم، ادي نفسك فرصه تدرسيه. عرفتي هيتجاب ازاي؟ تمام. ما عرفتيش، خشي اسالي صحابك اللي انا قلت لك عليهم، خشي اسالي اليوتيوب. لقيتي التصميم هيجي معاكي، خلاص اقبلي التصميم. مش هيجي معاكي سكه، ما تقبليهوش خالص، ما تقبليهوش. عشان ما تبوظيش حاجه الناس. عشان مثلا ما تجيش الاخت على اساس انت هتعملي لها الحاجه وتبوظيها، وفي الاخر يطلع عليكي سمعه مش كويسه، يطلع عليكي سمعه ان انت بتبوظي الحاجه. طب ليه؟ انت ناقصك ال 100 جنيه ولا ال 200 جنيه بتوع الدرس دول؟ انت ناقصك ال 300 جنيه بتاعت الدرس دي، انت مش ناقصك ال 300 جنيه بتاعت الدرس. ان شاء الله ربنا يبعت لك رزقك في حاجه تانية، لحد مثلا ما تتفرجي وتاخدي خبره اكتر وتعرفي القصه دي بتتعمل ازاي. فاهمه؟ ما ناخدهوش بقى ونقعد احنا نفنن ونقول نجرب. لا، احنا ما نجربش في حاجه الناس، جربي في حاجتك انت اللي تجربي فيها. اياكي تجربي في حاجه الناس، حاجه ما حدش هيسامحك. حتى لو كان اقرب حد ليكي صدقيني بيبقوا قرايبك وقد كده، ويروحوا يفصلوا بره ويقول اصل انا سلفتي كانت بتفصل بس بوظت لي كذا حاجه فانا ما رضيتش اروح لها تاني، فانا مش عايزه انزل ولا حد يعرف ان انا جيت لك عشان ما تزعلش. اصل انا بنت خالتي كانت بتفصل وكنت عامله عندها.
وكنت عامله عندها وبوظت لي الحاجه، فعشان كده جيت لك، بس انا مش عايزه حد يعرف ان انا جيت لك. والله العظيم بييجوا يقولوا لي كده. فحتى اقرب الناس مش هيسامحوا لك ومش هيعدوا لك. فما تجربيش في حاجه غير حاجتك انت وبس. او ممكن لو انت عايزه فعلا تجربي، هاتي قصاقيس صغننه جربي عليها، طلعت معاكي القصه زي ما هي في الصوره بالظبط، خلاص اقبلي الشغل واعملي عليها. ما طلعتش معاكي زي القصه اللي في الصوره ومش هتعرفي تعمليها، يبقى ما تاخديش الشغل. سهله سهله والله. اتحججي، قولي لها اصلي معلش اصل انا عندي شغل كتير قوي مواعيدي مش سامحه. هتقولك ايه؟ مش هتقدر تتكلم، مش هتقدر تتكلم. ما بتكذبيش عليها، انت فعلا مشغوله، انت فعلا عندك شغل تاني، هو مش الشغل ده بس اللي انت واقفه عليه. تاني سؤال دايما برضو بيتسال لي، بنات بتقولي انا في المجال بس وعندي شغلي وشاطره وكل حاجه، بس ساعات بكسل، ساعات بيبقى عندي شغل كتير قوي وبزنق نفسي لحد اخر لحظه، لحد اخر لحظه بكون زنقه نفسي وما ببقاش قادره اشتغل كل الشغل ده، ومع اني بحب الشغل وبحب اطور من نفسي وبحب ان انا اشتغل، بس ساعات بتنيني ماسكه التليفون، قاعده على المكنه ماسكه التليفون، وقتي كله بيضيع وانا ماسكه التليفون، وقتي كله بيضيع، واجي على اخر ساعه في اليوم اكروت نفسي فيها. حبيبه قلبي قدامك العبد لله برضو كان كده. انا عايزه اقول لك ان انا كنت كده الى حد ما، بس انا حاولت الحمد لله ان انا اتعافى من المرض ده، لان المرض ده مرض مزمن يعني محتاج تتعافي منه. انا كنت برضو دايما ازنق نفسي، ودايما اتنيني ماسكه التليفون، ابقى قاعده على المكنه وتاني ماسكه التليفون، اقعد اسكرول بقى على التيك توك على اي حاجه وانسى نفسي خالص، وفي الاخر الاقي نفسي اتزنقت، الكلاينت تحت وعايزه تخش وانا لسه ما خلصتلاش حاجتها. فحل بقى الموضوع ده ايه؟ حل الموضوع ده انك ترمي التليفون، سيبي التليفون بعيد عنك، هاتيه فاصل شحن، فيليه من الجنب، اعمليه صامت وبعيديه عنك. بصي اعملي ايه؟ التليفون ما يبقاش قدامك، ده حله. صدقيني الحل في ان التليفون ما يبقاش قدامك خالص. وقبلها بيوم من بالليل انت نايمه على سريرك تقولي ايه بقى؟ انا بكره لازم اعمل العبايه كذا، واعمل الدريس كذا، واخلص قص فستان كذا، واعمل بلوزه كذا مع الجيبه بتاعت كذا. تمام؟ عدي وانت نايمه كده، عدي انا هعمل كذا وكذا 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 وكذا، ولازم اخلصهم، ولو ما خلصتهمش هاخدهم مع شغل اليوم اللي بعده. فانت كده هتضغطي اليوم اللي بعده. لو اليوم اللي بعده برضو حصل معاكي نفس الحوار، لازم تضغطي نفسك، لازم تتعودي انك تضغطي نفسك. ما عرفتيش تعملي الكلام ده برضو، حسيتي ان برضو وقتك بيضيع وما بتبقيش لاحقه تخلصي كل الكلام ده، هاتي بنوته معاكي، والله هاتي بنوته معاكي. ما هو انت لسه في الاول ولسه ما انتش معروفه ولسه ما حدش كتير عارفك ومش عارفه، لا هاتي بنوته معاكي. عارفه ليه؟ لان هي هتبقى لازم هتاخد مبلغ، تمام؟ فهي طول ما هي هتاخد مبلغ، انت ما شاء الله انت بتقولي بيجيلك شغل بيبقى عندك شغل بتزنقي نفسك، فهي هتاخد مبلغ، هي هتيجي ترن عليكي مثلا الجرس او تجيلك، فانت هتضطري تشتغلي في الفتره اللي هي موجوده فيها. طول ما هي موجوده معاكي انت هتشتغلي، اصل مش هينفع تقعديها جنبك، انت جايباها عشان تنها قاعده على التليفون زي ما انت قاعده على التليفون، مش هينفع. فانت اول ما هتجيبيها هتضطري انك تشتغلي عشان هي تشتغل، عشان تديها فلوسها. صدقيني الحل ده حل جبار. انا لما عملت كده الدنيا ظبطت معايا. ما هو لازم مواعيد وهتيجي تاخد فلوس، فانا لازم اشغلها، فهي طول ما هي شغاله انا كمان هشتغل. ما هو ما ينفعش انا قاعده حاطه رجل على رجل وهي شغاله، انت فاهمه؟ لحد ما ربنا يرزقك تجيبي بنوته واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وتفتحي مصنع وتفتحي اللي انت عايزاه كله. برده السؤال دايما بيتسال لي، انا عماله اتكلم وبنسى ان انا اشتغل، ورايا شغل كتير اصلا. السؤال اللي دايما كان برده بيتسال لي الكلاينت، في بنات كتيره قوي ما بتعرفش تتعامل مع كلاينتات. انا عايزه اقول لكم ان انا حصل معايا موقف، لا ده الموقف ده انا لازم احكيه في فيديو تاني لوحده مع كلاينت كده. فكروني في الكومنتات اقول لكم الفيديو بتاع الكلاينت. يا نهار اسود، يا لهوي، استغفر الله العظيم يا رب. موقف ضحك، وقسما بالله موقف ضحك. عشان ما اطولش عليكم، في بنات بصوا كم امونه، كم عبايه امونه، الكم ده بيبقى كده والتل بقى بيبقى طالع من هنا كده، مفيش احلى من كده. نبي البت امونه دي زي العسل. اتعامل مع الكلاينت ازاي؟ وانا بعد الموقف اللي انا من شويه عايزه اقوله لكم ده، اياكي ما تحطيش حدود للكلاينتات بتوعك. اياكي اي كلاينت تخشي لازم هتعامليها برسميه. انا ما كنتش بعامل اي حد برسميه، وكنت دايما بعتبرهم اخواتي، بعتبرهم اصحابي، سواء هم او ماماتهم، هم بيجوا مع ماماتهم، مع خالاتهم، مع عماتهم، ناس كبيره، وانا لسه صغيره، انا لسه 22 سنه. فكنت بتعامل على اساس انها والدتي، على اساس ان دي اختي، على اساس انها زميلتي، وما بيقدروش الكلام ده. والله العظيم يا بنتي
هيستهفئوكي بعدها ويعملوا معاكي حوارات ويكبروا الحوارات ويفكروكي لوحدك مالكيش اهل مالكيش ظهر، ويعملوا لك حوارات كبيره انت مش قدها، او مش انت مش قدها، انت مش شبههم، انت مش شبههم، انت تبقي مصعوقه، انت ازاي هم دول اللي انت اتعاملتي معاهم. طبعا الا من رحم ربه، مش كل الناس كده، في ناس محترمه وفي ناس تتشال على الراس. بس عشان نخش في الموضوع على طول ما اطولش عليكي، لازم تكوني واثقه في نفسك، تكوني واثقه في نفسك وانت بتعاملي اي كلاينت، لان انت لو مش واثقه في نفسك الكلاينت هتفضل تقول لك ايه، انا خايفه الحاجه تبوظ، انا حاسه ان القماش مش حلو، انا حاسه ان انت ممكن ما تظبطيش مش عارفه ايه، خدي بالك مش من عارفه ايه. هو ايه انت جايه؟ طب انت جايه لي ليه بقى؟ عشان تعرفيني المفروض اعمل ايه والمفروض ما اعملش ايه. ما تسمحيش لحد يتكلم معاكي كده. اللي يتكلم معاكي يقول لي اصلا انا حاسه ان انت ممكن ما تظبطيش الحته دي، بقى خلي بالك من الحته دي. طب هو انت ليه جايبه 8 متر؟ هو انا حاسه ان الفستان مش محتاج 8 متر. انت مالك؟ انت عايزه تعملي عندي؟ هاتي اللي بقول لك عليه وانت ساكته، ما تشرحيش. لما تيجي تقولي كده ما تفضليش بقى تشرحي وتقولي اصل والله التصميم بياخد كذا، اصل مع كتر التبرير وكتر معلش اسفه حقك عليا انا مش كتر الحاجات دي غلط وبتخلي الكلاينت بقى ايه، تستهفئك وممكن بعد كده تطلع اي حجه ملهاش اي 30 لازمه في التصميم عشان ما تدفعلكيش فلوسك اصلا. انت شايفه انت هتوصلي لفين؟ انت هتعاملي ناس وهتعاملي طبقات، يعني الله المستعان. لازم يكون خلقك ده، وانا اصلا الحمد لله يعني انا بديك النصيحه وانا ما عنديش خلق اصلا، لازم يكون خلقك ده قد كده، توسعي خلقك. انا مش بقولك تعامليهم بعجرفه بقى وبتناكه، لا، حدود، اعملي لنفسك حدود. ما تجيبيش حد يقعد عندك في البيت او يقعد عندك في مكان الشغل يقعد يختار التصميم، لان برضو الحوار ده مستفز لابعد الحدود. انت متفرغه لهم هم بس. ممكن تكون درس يعني كاجوال او فستان ما يسواش 30,000 3 لازمه، يعني ال 500 جنيه يا ستي اللي من الدرس او من الفستان انا مش عايزاهم، خليهم لك يفضلوا طول اليوم قاعدين معاكي يناحوا في قلبك وانا اصلا انا حاسه ان التصميم ده مش هينفع عليا، اصل ممكن تختاري لي مش عارفه ايه، وفي الاخر ما بيقتنعوش بوجهه نظرك. تفضلي تقولي لهم مثلا اعملي كذا او خلي كذا، ما بيقتنعوش بوجهه نظرك. فهم برضو يفضلوا قاعدين، اصلا انا حاسه ان الدرس ده هيتخني، اصلا انا حاسه الدرس ده هيرفعني، اصلا انا حاسه. طب وانت ما عندكيش تصميم مش عارفه ايه؟ طب وانت ممكن توريني تصميمات من اللي انت عاملاها؟ طب وانت اصلا عندك شغل وعندك مواعيد وعندك كلاينتات تانية جايه. فاللي عايز يعمل عندك حاجه يبعت لك الاول، يكلمك الاول، خليه يديكي رنه، يكلمك يرن عليكي او يكلمك على اي حاجه، هتعملي ايه؟ تمام، فستان كذا مناسب معاكي الميعاد كذا، تمام، وزنك طولك، ممكن تعرفيني جسمك، تعرفيني التصميم اللي انت عايزه تعمليه من على التليفون. انا واخده الموضوع كهوايه، فمش محتاجه ان حد يجي يقعد يجادل فيا ويزهقني في الشغل. انا بتكلم البنات المبتدئه، البنات الصغيره اللي قدي. انت يا حبيبتي والله ما هتبقي محتاجه، انت مش محتاجه ال 100 جنيه ولا ال 200 جنيه ولا ال 300 جنيه ولا ال 400 جنيه اللي هيطلعوا عينك مع الكلاينت. انت تنقي الكلاينتات بتوعك. انا زمان ما كنتش بنقي وكنت باخد كل الناس اللي بتجيلي كنت باخدها، فبالعكس تعبت نفسيا ونفسيتي اتدمرت وكرهت الشغل، وجا عليا فتره كنت عايزه اوقف من الناس. فما تتعبيش نفسك، انت مش في حاجه لل 200 300 400 الف 2000 جنيه من الفستان بتاعها. ما تتعبيش نفسك. هتفضل بقى تقول لك اصلا انا حاسه ان هو مش هيبقى مظبوط، اصلا انا حاسه ان انت مش هتظبطيه، اصلا انا متوتره، اصلا انا خايفه، اصلا انا مذبذبه مش عارفه التصميم ده هيبقى حلو عليا ولا مش حلو عليا. لا حبيبه قلبي، والله انت لما منين ما تبقي واثقه في التصميم اللي انت عايزه تعمليه ابقي تعالي لي. منين ما تبقي مش مذبذبه ولا قلقانه ولا خايفه انك هتعملي عندي، ابقي تعالي لي بس، خلصت. لكن بقى حوار انك تدخلي معاه في جدال والمفروض تعملي كذا وتخلي كذا، الله المستعان. انا تقريبا عماله اتكلم وبشتغلش. تمام، حوار الكلاينت ده بس استفزني شويه في الكلام، لان بجد ان ما كانش عندنا طول بال ونعرف ان مش كل الناس شبهنا ولا كل الناس نفس تربيتنا ولا كل الناس نفس اخلاقنا وقيمنا ومبادئنا، هنتعب. ممكن يكون السبب الرئيسي اللي خلاني اعمل براند امونه ان انا عايزه الناس اللي هتتعامل معايا ما تدخليش البيت، وبالذات في الكاجوال. السواريهات هتدفعي هتيجي ومش هيفرق معاها، ما دام هي هتدفع هتخش البيت ومش هيفرق معاها. لكن بقى الكاجوال ممكن واحده تجيلك تقعدك ساعتين 3 عشان خاطر بلوزه ب 120 جنيه ولا ب 130 جنيه. فليه نوجع دماغنا؟ اشتغلت في الموضوع ده، اشتغلت عشان انا حابه، واشتغلت عشان ده هوايه ليا، مش عشان مثلا واحده تيجي تناقرني وتفضل بقى تزهقني في عيشتي عشان خاطر 120 جنيه 200 جنيه 300 جنيه انا مش محتاجاهم.
نقي الناس اللي تتعاملي معاها. انا ممكن اكون اتحمقت شويه وانا بتكلم في حوار الكلاينتات دي، عشان بصراحه الله المستعان. انا حاسه ان انا طولت وحاسه ان انا رغيت كتير قوي، بس اتمنى يكون كلامي وصل لبعض البنات اللي لسه اول مره بقى تفتح وتتعامل مع ناس وتشوف الشغل وتشوف نظام الشغل وتتعامل وتاخد وتدي. يا ريت يكون كلامي مبسط ومفهوم، وما تغلطيش غلطاتي. والله هتتعبي. انا تعبت والله العظيم، وعايزه اسيب الشغلانه وكرهت الشغلانه والله العظيم كرهتها. انا مش جايه اقول لكم طاقات سلبيه، لا بالعكس، انا سترونج اندبند وومن والله العظيم بهزر. بس لازم يكون عندك طول بال وعندك خلق وعندك صبر، وهياما هتقابلي، بس ما تقعيش في اللي انا وقعت فيه. بس ان شاء الله الفيديو يعجبكم وطريقه كلامي تعجبكم وتكونوا فاهمين، واللي مر باللي انا مريت بيه ده يا ريت يكتب لي في الكومنتات، يا ريت يحسسني ان مش انا لوحدي اللي مريت بيه. واللي لسه هيمر بيه ياخد باله وياخد حذره، ويعني يتعامل كده وهو يعني بالشوكه والسكينه كده، فاهمه؟ ربنا يا رب يكون معانا كلنا ويلطف بينا ويسهل علينا ويرزقنا ويكرمنا ويوسع علينا ويوفق كل البنات ويكرم كل البنات ويسهل على كل البنات. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا، وما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت، وبس كده نكون وصلنا لاخر حلقتنا. ما تنسوش اللايك والاشتراك. باي.